جبتلكوا فكرة جديدة لانك هنحول الجيركن البلاستيك ده لقطعة ديكور في منتهى الجمال. حرفيا هتنسي انه جيركن. فرغته من جوه وشلت البق بتاعه من فوق، وهبتدي اساوي الاحرف بتاعته كلها عشان اخلي شكله كده انسيابي وحلو. وبعد كده رشيته بالسبراي الذهبي وهسيبه ينشف خالص. سيبته حوالي نص ساعة او ساعة الا تلت كده علشان اتأكد ان هو نشف تماما. بعد كده استخدمت خيط المكرمية اللي هو السميك شوية، وعملته زي قرص صغير قفلت بيه بق الجيركن من فوق. وهبتدي بنفس الخيط انزل كده الف الف واثبت كل قطعة كده، او كل لفة هثبت بالشمع لحد ما اوصل للجزء ده. وهبتدي بقى امشي على الاحرف دي كلها. هبتدي الف كده صف ورا صف، كل ما اوصل لحد فوق ارجع تاني بنفس الخيط، وهبتدي اعمل صف ورا صف. وهنا من الظهر عملت صفين بس، من قدام عملت حوالي 5 صفوف من الخيط. والجزء المثلث ده اللي اتبقى هبتدي الف فيه الخيط واقفله، وسبت برضو اجزاء من الجزء الذهبي باينه علشان يديني كده كونتراست مع اللون الابيض. شكله كده اصلا بدأ يبان ان هو هيبقى حاجه حلوه. يلا بينا على الفكره اللي بعدها او الخطوه اللي بعدها. كان عندي بواقي من الافرع الخضراء اللي متبقي عندي بقى من النباتات الصناعية اللي كانت عندي والورد. بدأت اثبت القطع الصغيرة من الافرع الخضراء دي بالشكل ده. انتي بقى وذوقك، انا حطيت حبة على الجنب من جوه، وده الجنب هحط عليه من بره. يعني مش هغطيه كله، هخلي كده الشكل يبقى طبيعي شوية. ودي حجارة من حجارة البحر، والحجارة دي بتتباع برضو في محلات النباتات يا جماعة. اللي مش عنده ممكن يشتري منها شوية. ثبتها من جوه، اديته تقل كده واديته شكل طبيعي قوي، وثبت بقيه الافرع جوه الحجاره فدت شكل رائع جدا. كان عندي رينج لايت صغيره كده اللي هي الاضاءه الالكترونيه، ثبتها من جوه. ممكن تعمليها ثابته او اضاءه متحركه زي كده، وممكن كمان تستغني عن فكره الاضاءه اصلا، هو لوحده شكله جميل جدا ورايق قوي. من الافكار اللي عجبتني قوي على فكرة، وانا بصور الفكرة وبنفذها ما قلت لو كانت هتطلع مش حلوة مش هنزلها، بس بجد النتيجة ابهرتني. جربوا الفكرة ومش هتندموا خالص. استنوني في الفكرة الجاية.